احيانا رغم قسوه الخيانه ورغم تاثيرها الصعب جدا على البني ادمين، لكن احيانا بيبقى في وسطها رحمه. هو انا وانا عندي 14 سنه لو حبيت هيبقى زي وانا عندي 18 سنه، وزي وانا عندي 20 سنه، وزي وانا عندي 30 سنه، وزي وانا عندي 40 سنه. دي ممكن تكون تكئه بعد كده ليا انا كشخص، ان انا ما خدتش حقي فاشوف حد تاني يديني حقي. هو الضمير ده هو الآلية اللي احنا بتخلينا بيبقى فيها نوع من الالتزام والانضباط والمسؤوليه في العلاقه. دكتور أشرف، مساء الفل. مساء الخير يا كريم. الحلقة الثانية ان شاء الله، اللي أنا بشوف إنها الحلقة الأصعب والأخطر والأهم. انا شايف ان انت يعني اصعب. انا ما كنتش شايف الصعوبه دي لحد ما انت نبهت لي ليها. ان هي الصعوبه اللي فيها انها ممكن يساء فهم بعض الاشياء. بالظبط. وانها الناس تاخد منها حاجات كده وتستعملها بشكل مش مناسب ومش فعال. مش مناسب. ممكن تعمل مشاكل في بعض الناس في علاقاتهم. بالظبط. وده مخليني طول الوقت زي ما كنا عمال بقى بتحسس ان احنا ننقي الالفاظ المناسبه جدا والواضحه جدا عشان توصل الرساله مننا كما هي، توصل متزنة وصحية وأمنة. واحنا بنعتذر لو المعيار فلت مننا شويه. ولو حصل ده وحد شاف في حاجه مش مظبوطه يا ريت ينبهنا بالظبط في التعليقات او في الاقتراحات او في الحاجات دي كلها. عشان كده قبل ما نبدأ الحلقة دي فأنا برضو محتاج أعيد التنبيه على حاجتين بقى المرة دي. الحاجة الأولانية إنه تابعونا وابعتوا لنا رأيكم وتعليقاتكم أو حتى انتقاداتكم، تمام؟ والحاجة التانية نفس التنبيه المرة اللي فاتت، إنه محتاجين نشوف السلسلة دي كاملة غير مجتزأة علشان نبقى آمنين ومطمنين إن الرسالة اللي بتوصل منها آمنة وصحية، ولا يساء فهمها ولا يساء استخدامها مما يؤثر سلبا على العلاقات بين الناس. بالظبط. طيب لما هقول بقى السؤال هيبان ليه هي احنا قلنا الكلام ده كله عن الحلقة دي. السؤال اللي على بالي دلوقتي واحنا بنحضر مع بعض انه ايه هي السمات الشخصية اللي ممكن تقول واقول هنا للشخص نفسه قبل ما يكون للطرف التاني كمان، ايه السمات الشخصية اللي ممكن تخليك عرضة انك تقوم بفعل الخيانة؟ هي اول سمه فيها الواحد يبقى الاستحقاقيه بزياده. جميل ان الواحد يبقى شايف موقعه في الحياه صح ومقيم نفسه صح ويستحق قد ايه صح. حلو. زيد شويه تقل شويه يعني جميل يبقى الواحد كده شايف نفسه عشان يبقى متوازن في علاقته مع العالم الخارجي. لكن لو هو شاف نفسه بشكل مبالغ فيه بقى يخش في منطقه الاستحقاقيه اللي هي مش الصحيه. ان اشوف نفسي انا اهم شخص في الكون ومحور الكون، ورغبتي اهم من اي حاجه، واشباعي اهم من اي حاجه، وتحقيق اللي انا عايزه هو اهم من اي حاجه. ده غالبا ما هيبقى عامل ضغط عالي جدا على الطرف الاخر. وغالبا مش هلاقي حد يقدر يلبي لي ده. دي ممكن تكون تكئه بعد كده ليا انا كشخص، ان انا ما خدتش حقي فاشوف حد تاني يديني حقي. او اسبب انهاك ضخم جدا للشخص الاخر، ويعني وضغوط عاليه عليه، فممكن هو كمان نفسه يدور على علاقه اخرى يلاقي نفسه فيها، بدل ما هو بقى اصبح في العلاقه دي كم مهمل وبقى بيدور في فلك شخص اخر، وطول الوقت مهمته في الحياه اشباع الشخص ده. الاستحقاقيه الزايده المبالغ فيها الغير صحيه اللي بالبلدي زي ما بنقول كده ان اللي بيزيد عن حده بينقلب ضده. فمش فكره الاستحقاقيه نفسها، لانه الاستحقاقيه نفسها حاجه صحيه. انا مهم ان انا ابقى عارف اقدر نفسي كويس، وعارف ايه نقاط القوه ونقاط الضعف عندي، وعارف انا واصل لحد فين في الحياه. بس احنا بنتكلم على الاستحقاقيه المبالغ فيها اللي بتوصل لمرحله انه انا مش شايف الطرف التاني اصلا. اوكي. تاني حاجه اللي هو اللي قصادها بقى النقيض بتاعها بقى ده الاحساس بالذات المقابل تماما ليه. اوكي. ان انا ابقى مش مقدر نفسي صح، مقدر نفسي اقل بكتير مما ينبغي، فبالتالي مش هبقى مصدق ان الطرف التاني ده هيبقى انا زي ما كده بالبلدي معبي عينه، وان انا هيكمل معايا في العلاقه، وان هو مش هيسيبني ويمشي.
فهفضل طول الوقت حاسس بالقلق والتهديد. القلق والتهديد ده برضه هيمثل ضغط عليا، فبالتالي هيخليني انا ممكن ادور على احساسي بذاتي بقى عند حد تاني ممكن يقبلني بقى زي ما انا كده، او يقيمني صح، او يديني حقي. اوكي. وهبقى بيني وبين نفسي كده برضه فيها حته كده ايه، مش تشفي قد ما هو مش انت ما قدرتنيش وما اديتنيش حقي وما شفتنيش كويس وخليتني حسيت بالاحاسيس السلبيه دي، انا ممكن برضه كمان ايه اوجعك مم. واشوف حاجه تاني. فبرضه اخاف من اللي هو مقيم نفسه اقل، وان هو مضطر طول الوقت يرضي في الطرف الاخر. اوكي، يعني زي ما الاستحقاقية الزايدة ممكن تبقى سمة، فكمان قلة تقديري لنفسي الزايدة المبالغ فيها، مش فكرة بقى اللي هي الطبيعية ان انا براجع نفسي من وقت للتاني عشان اعرف انا متأخر في ايه او واقع في ايه فاصلح نفسي. لا، ده في نظرة عامة مكملة انا مصدقها عن نفسي ان انا شايف نفسي لا استحق او اقل. فدي كمان في حد ذاتها اصلا سمة ممكن توصلني ان انا اقوم بفعل خيانة، بهدف بقى التعويض، بهدف الانتقام، بهدف ان انا الاقي حاجه مناسبه لتقديري اللي انا شايفه لنفسي. بس برضو دي سمه توصل لكده. اه. مم. تالت سمه في الحاجات دي اللي هي بتاعت سمه تدني مستوى الضمير. مم. هو الكلام ده كبير قوي. الكلام ده كبير قوي. ما احنا هنفسره للناس. هو الضمير ده هو الآلية اللي احنا بتخلينا بيبقى فيها نوع من الالتزام والانضباط والمسؤولية في العلاقة. الثلاث حاجات دول. مم. وبتمنعنا من الاندفاعية في التصرفات. مم. وان احنا بنبقى واخدين بالنا من ان احنا ما نأذيش اللي قدامنا. اوكي. لان لو انا ضميري صاحي وموجود كاملا وكل حاجة، اول ما هرتكب خطأ هحس بالذنب هرجع عنه. صح. طب لو هو ما عنديش انا الآلية اللي تقول لي انت خلي بالك انت اخطأت، وخلي بالك انت دست على اللي قدامك ووجعته وألمته، مم. ايه اللي هيرجعني؟ ولا حاجه. فعشان كده بيبقى الاشخاص دول سهل جدا ان هم يبقى مندفعين في تصرفاتهم، وان هم يرتكبوا الاخطاء وما يحسبوش للي قدام. اوكي. فدي السمه الثالثه اللي تخليني انزلق او اروح او ابقى عندي قابليه ان ادخل في المنطقه دي، منطقه الخيانه. وهو مستغرب اللي قدامي زعلان ايه مني. انا ما غلطتش في حاجه. بالظبط. ما انا ما عنديش بالجهاز اللي هيكشف لي ده مش ممكن عطلان او قليل مم. او سامح بمساحه كبيره. بعد كده بقى بطول الاندفاعيه بقى انا بقى ان ضميري عادي وكل حاجه، بس انا شخص اصلا مندفع. اوكي. وطول الوقت بقى بدور على فكره الاشباع الوقتي حالا، مم. والاشباع الكتير، مم. وفكره العلاقه بالمتعه واللذه عاليه جدا. نهم. نهم في المنطقه دي. مم. فبالتالي هتبقى علاقه جواز طويله ومستمره مش تشبعني. انا طول الوقت عايز اجدد وعايز اعلى قدر ممكن من المتعه. مم. وفي نفس الوقت اللي هو انا ايه برضه ما بقى اللي قدامي، هو اللي قدامي مش قادر هو اللي مش قادر، هو اللي مقصر مش قادر يلحقني في الريتم بتاعي. مم. فكأن الاندفاعية جاية من الرغبة الملحة بتاعة المتعة اللحظية، مش شايف ولا فاهم أهمية مش هنسميها بقى المتعة، ولكن الراحة أو الانبساط اللي هو طويل الأمد. العادي. مم. العادي. مم. فطول الوقت انا بدور على ده، بدور على اشباع وقتي بغض النظر عن العواقب بتاعته. مم. يعني انا كمان برضو قياسي للعواقب مش صح. اوكي. انا عايز ده وخلاص دلوقتي، وبعدين يبقى حلال، وبعدين يبقى تحليل الحل اللي بعد كده. اتصرف بعد كده. مم. اللي شبهها برضو الاثاره، ان انا طول الوقت بحصل الاثاره وعايز دايما متغير في حياتي، ومش عايز اخضع للقانون الجوازي اللي ممكن يكون فيه لحظات ملل ولحظات زهق ولحظات كلام من لا. ولما لاحظت في فرق ما بين طبيعه العلاقه بتاعه الجواز اللي هي الممتده الامنه اللي ممكن نتخيلها بعض الروتين والحاجات دي طبيعته كده، اللي هي علاقه الخيانه اللي هي الموجود فيها الاثاره بقى بتاعه الخوف من الانكشاف والقلق والتوتر، دي بتصغي سحر على العلاقه. ان انا طول الوقت بعمل مغامره الرسم زي الناس مثلا مثلا يتسلق جبال او ينط ما اعرفش من ايه. طب ما هو دي بيدور على ما دي لحظه متعه هو بيدور عليها رغم ان فيها ريسك عالي، لكن هو عايز ده. فما بقتش هنا انا مش سايب مش سايب شريكه علشان التاني احسن او احلى، لا، عشان نوعيه علاقه مختلفه وفيها الاثاره دي فرايح لها عشان كده.
ودي مش هتنفع غير في الجواز. الرغبة في اكتشاف كل ما هو جديد، ودي شوية أنا ممكن هنا يعني هل ينفع إن إحنا نربطها بالسمات الشخصية بتاعة اللي فيها سلوكيات إدمانية؟ مم. أنا طول الوقت عايز أجرب حاجة جديدة ومتعة جديدة وحاجة فوق اللي أنا متعود عليه. طيب هل بقى ممكن هنا أكمل وأقول إنه زي ما قلنا إن أول واحدة وتاني واحدة عكس بعض، اللي هو الاستحقاقية الزايدة وتدني تقدير الذات المبالغ فيه، فهل كمان ممكن اقول انه قصاد انعدام الضمير تدني مستوى الضمير. تدني مستوى الضمير، هل ممكن نقول انه ممكن من السمات العكس بقى تماما ان هي المثاليه الزايده؟ بمعنى وضحها لي بقى. طيب بشوف عشان انا يعني شويه المفهوم ملتبس في ذهني، فعشان برضو الناس تبقى معانا يعني وتبقى الحكايه متوضحه. حلو. طيب انا بشوف ان ده من خبرتي في الحياه كده مع الناس ومع البني ادمين عموما او حتى مع نفسي، فكره اللي هو ابقى شايف نفسي ان انا شخص مثالي جدا، ما بغلطش، ما بنحرفش عن الطريق القويم اللي انا راسمه لنفسي. فبحس انه لما بيخش بقى في معترك الحياه الحقيقي ويقابل شويه تجارب كده، وهو داخل وفاتح صدره وشايف ان هو تمام، فبشوف ان دي ما بقاش فيها يعني ايه احترام للضعف الانساني بتاعي، فكأني بقع، او السمة اللي هي فيها احكام عالية قوي دي ومثالية زايدة قوي دي برضو ممكن توقع. هي دي عامله زي عدم المرونه. مم. الشخص اللي غير مرن ممكن يتكسر، مم. فبالتالي لما هيحصل حاجه زي كده ممكن في لحظه يرتكب الخطا اللي هو لحظه الكسره، لان انا اصلا فكرت عن نفسي انا مش هغلط، فمطمن بقى فهغلط، فهغلط. فممكن اغلط. زي الواحد اول ما يصدق نفسه كده ان هو بقى سواق ملوش حل يعني، فيقوم مخيش على طول. عدى بالمنطق ده يروح زنق الطرف الاخر. مم. ان انا طول الوقت عايزه مثالي، مم. فزهقه في عيشته، مم. فزنقه طول الوقت محطوط تحت ضغط ان انا ابدو مثاليا في كل الاشياء. مم. فطبعا ده هيبقى حمل عليه ضخم جدا وانهاك له صعب جدا، ممكن في لحظه ما يقدرش يعمل كده. انهار. بالظبط كده. فيا اما هو نفسه يزهق من العلاقه ويشوف علاقه اريح شويه واكثر تسامحا وهدوءا، او ان هو الطرف الثاني ده اللي هو اللي عايز المثاليه دي ما عادش يعجبه، فيدور برضه على حد مثالي شبهه. قال يعني هيلاقي. اه ماشي. فدي ممكن تبقى بالشكل ده. اوكي. تمام. في كمان اللي هو انعدام التعاطف. مم. ان انا كشخص التعاطف عباره عن ايه؟ القدره على فهم مشاعر الاخرين والاحساس بيهم ومشاركتهم. اوكي. لا انا ما عنديش ده. مم. انا ما اقدرش اتفاهم معاك ولا اشوف المك ولا اشوف احتياجاتك ولا انا طول الوقت شايف نفسي بس. فبالتالي هيبقى انا مش قادر اعمل علاقه متوازنه مع شخص اخر وراعيه في احتياجاته وكده. مم. ولو التاني ده اعترض هبقى انا مش عاجبني، هو بيعترض على ايه؟ مش فاهم. اوكي. فبرضه هنا سلاح ذو حدين. لما يكون طرف مش متعاطف فمش يهمه انه يرتكب الفعل ده، مم. مم. ما عندوش رادع يرجع. والطرف اللي هو اصلا مش متعاطف معاه برضه ما انا مش شبعان في العلاقه، فممكن اتزنق ان انا اجوع فاعمل ده. دي السمات كلها اللي نقدر نقولها عن لا في لسه كمان. في لسه كمان. ايه كمان؟ في اللي كمان النضج العاطفي قليل. يعني ايه؟ يعني انا كراجل مش ناضج في علاقاتي، مش فاهم مسؤولياتي عنها، مش فاهم حقوقي ايه وواجباتي ايه. ما عنديش قدره على ان انا اشيل مسؤوليه علاقه. اوكي. زي بالظبط كده يعني عشان توضح للناس، هو انا وانا عندي 14 سنه لو حبيت هيبقى زي وانا عندي 18 سنه، وزي وانا عندي 20 سنه، وزي وانا عندي 30 سنه، وزي وانا عندي 40 سنه، وزي وانا عندي 50 سنه. النضج ده بيخليني لو قابلت مشاكل، لو قابلت صعوبات، لو قابلت خلافات مع الطرف الاخر ابقى قادر على استيعابه، وابقى قادر على ان انا يعني اؤدي في العلاقه بشكل متوازن واكمل. لكن الصغير ده ما عندوش الخبرات ولا عندوش قدرات اللي هو يكمل بالشكل ده ويستحمل صعوبات العلاقه. يعني كأن قصدي حضرتك تقول انه الضعف النضج العاطفي ده اللي هو انا لسه ما اكتملتش عندي رؤية المسؤوليات والالتزامات والواجبات اللي طبيعي جدا انها تبقى مصاحبة للحقوق بتاعتي في العلاقة، واللي هي جزء من العلاقه.
الحاجه التانية كمان اللي هو فكره الحدود عندي شكلها ايه، مم. حدود علاقاتي مع البشر وحركتي في الحياه، وبالذات مع الجنس الاخر، ومسموح ايه ومش مسموح ايه. وفي نفس الوقت ابقى انا شخص عادل ومتوازن، ولما اجي اعمل حاجه على طول افتكر هو أنا لو عملت دي انا شايف انها صح وعاديه ومفيش فيها مشكله، في ناس كتير بيشوفونها كده عادي، ايه المشكله يعني؟ مم. طب لو انا مراتي بقى او الطرف الاخر شريكي عمل كده، هيبقى انا احساسي ايه؟ هفهم ساعتها انا بعمل ايه، مم. هقدر ساعتها ان انا اشوف اذا كنت متجاوز الحدود ولا لا. صح. فهنا برضو فكره ان انا عندي حدود اقف عندها ولا لا. القدرة على ان انا احط نفسي مكان الطرف التاني، مش هقول ان انا هحس تماما بكل اللي بيمر بيه لانه دي حاجة يعني شخصية جدا وفردية جدا، بس على الاقل ابقى قادر افهم او قادر اتفهم او ادرك خبرة التاني ايه. طب اللي هو انا لو انا عملت كده دلوقتي وفاهم ان انا ما تجاوزش الحدود، طب انا لو انا شريكي بقى سواء زوجي او مراتي عمل كده، هقبل ده ولا لا؟ بالظبط هستسيغ ده ولا لا؟ هسامح ده ولا لا؟ هيوجعني ولا لا؟ مم. فساعتها اقدر اضبط، بس ده اللي عايز يضبط حدوده. اوكي. هل ممكن من ضمن الحدود دي معلش بقى ان انا اضيف عليها كمان حتة انه مش عارف اعمل حدود لنفسي، بمعنى ان انا يبقى سهل اختراقي من الاخرين؟ اعتقد برضو ان دي نفس المنطقة او اه بتدخل في نفس المنطقة. اه يعني ما اعرفش ما بعرفش اقول لا، ما اه بعرفش احط حدود لنفسي في العلاقة مع الاخر، فيبقى سهل على الاخر ان هو يخترقني او ياخدني معاه حتى في اتجاه انا شخصيا ممكن مش موافق عليه، بس مش عارف اقول لا. صح. اوكي. في كمان بقى اللي هي حاجه كده اخرانيه، اللي هو الشخص اللي خان قبل كده، مم. اللي كسر الحد قبل كده وعدى منه، بيبقى مش صعب انه يكرر الحكايه تاني. مم. خصوصا لو اجتمعت معاها كل السمات اللي احنا قلناها، اه بالذات اللي هي تدني مستوى الضمير او عدم القدرة على التعاطف. وهي بالامانه بتبقى مش سمه واحده اللي تخلي الواحد يرتكب الحدوته دي، اوكي. هي غالبا بتبقى توليفه شخصيه مم. فيها انماط من يعني سمات مختلفه من دول مع بعض. فالخلطه دي بتروح مؤديه في النهايه ان يبقى قرار الخيانه مش هنقول يعني ممكن حدوثه، احتمال احتمال مش حدوثه، اكيد. لا بس مش احتمال. مش 100%، بس في بعض الاحيان بيبقى مش 100%، بس بيبقى سهل جدا حدوثه، او اوكي. انه هو نفس الشخص يرغب في حدوثه وبيدور عليه. طب انا هنا بقى معلش عشان برضو انا قلبي يطمئن وان احنا دايما برضو بنحاول نوصل الرسالة بشكل واضح وصحي وآمن، فحضرتك قلت كلمة مهمة قوي انا هضيفها هنا، اللي هي الفكرة مش ان هي سمة واحدة او اتنين او مجموعة سمات متواجدة، ولكن انه ده نمطي كشخصية. النمط هنا بنتكلم على انه دي حاجات او سمات موجودة ومستمرة معايا على مدار سنين، مش موقف، لا مش لحظة، لا مش عثرة، لا مش حتة وعدت، لا، نمط. يعني عشان اقول انه دي علامة منذرة، فانا لازم ابقى فاهم ان ده نمط في الحياة. ما هي دي اللي احنا هنتكلم فيها بعد كده، احنا كل اللي احنا بنقوله ده نظري، صح. يعني دي حاجات كنت لسه نظريه حضرتك كل ده نظري، احنا عايزين عملي بقى كمان. لا تكتشف، يعني انا ما اعرفش ان شريكي كده، مم. لا تكتشف ايه بقى الجانب العامل اللي هو بقى اللي هو فكره ايه الامارات اللي موجوده اللي ممكن تقول لي انا كشريك في علاقه شبه دي مع حد كده ان انا في علاقه عاليه الخطوره. اوكي. يعني ممكن اقول هنا، او يعني خلينا اتدخل بقى بالسؤال هنا اصيغه كده بشكل واضح. بس يبقى سهل عشان اعرف اجاوب. حاضر. هقوله بالراحه واحده واحده عشان الناس تبقى سامعاه معانا وفاهماه معانا. هل في علامات او امارات منذره انه العلاقه اللي انا طرف فيها دي عاليه الخطوره، بمعنى ان هي قابله جدا للوقوع في فخ الخيانه؟ اه حلو. ايه بقى العلامات والامارات والحاجات دي؟ هي بتبقى تصرفات من الطرف الاخر يعني للاسف ممكن تعدي علينا، امم. لانها بتبقى غالبا ما بتحصل في فتره الوهج العاطفي الاولاني، امم. وهو نفسه الشخص اللي بيبقى عنده الامارات دي او عنده السمات دي بيبقى ماهر جدا في الاول،
انه بيقدم نفسه للطرف الاخر ده انا قادر على ان انا اشبعها في كل الاتجاهات. اوكي. هوفر لك العاطفه، اوفر لك الحمايه، اوفر لك الدعم، اوفر لك التقدير، اوفر لك القرب، اوفر لك كل حاجه. مم. وللاسف لما بيبتدي الطرف اللي هو التاني ده يفوق شويه ان في امارات مش مريحاني، بكون انا وقعت في فخ العلاقه دي. عدى وقت. اتعلقت بيه، بقى في مشاعر قويه ما بيننا، بيتحسس معاه بالامان، بقيت محسس معاه بالحمايه، بقى صعب عليه يسيب العلاقه. فبقى زي ما يكون كده ايه، شبكه الصنار. اوكي. فغالبا ممكن يحدث ايه، ان انا اروح مدور وشي، اعمل نفسي مش شايف. ما هو تمن الشوفان بقى ساعتها لازم اخد قرار. دي اول حاجه لازم ناخد بالنا منها. الحاجه الثانيه هننبه الناس برضو جدا ان يا جماعه دي بتبقى حاجات امارات وليس دلائل قطعيه. اوكي. يعني تخلينا ننتبه ونشوف وندور، لكن مش ناخد قرار نهائي على اساسها. طيب خلينا اكون واضح وصريح في الحته دي، واقول التخوف الاساسي اللي عندي واحنا بنتكلم في المنطقه دي. احنا مش بنقدم لكم خريطه فبنقول لك والله لو في 1 2 3 فاللي معاك ده هيخونك فخد لك في سنانك واهرب منه. لا، احنا مش بنتكلم في ده خالص، ولا ده الهدف من كلامنا او البودكاست ده او السلسله دي. احنا هرجع تاني اقول بنحاول نوصل مضمون متزن وصحي. هقول فيه بقى ان انا مش بس هنا انا بخاطب الطرف اللي ممكن يقع في حقه الخيانة بس، لا انا كمان بخاطب الطرف اللي ممكن يقع في انه يقوم بالخيانة. انه طب ما تنتبه انت كمان، ما لو انت عندك حاجات شبه كده اشتغل على نفسك او عالجها. والطرف اللي بيقع في حقه الخيانة انا برضو بقول له انتبه للعلاقة، اشتغل عليها، واجه الطرف التاني. فصراحة اللي انا خايف منه انه احنا مش عايزين نروح لحتة انه يلا في كذا طب سلام عليكم باي. لا، احنا بنحاول نفهم ونفسر علشان نصلح، عشان نبني، مش عشان نهدم او نكسر. لا خالص، احنا دايما طول الوقت احنا بندور على، يعني احنا عمالين بنفرد في الحاجات دي كلها عشان بعد كده بنتكلم على الحلول. يبقى الناس متصوره هو احنا بالحلول دي ما الحلول هتتبنى على ده بالظبط. يعني احنا ما هندور على ما بنفكر بقى في برنامج التعافي من الخيانه هيبقى مبني على الحاجه اللي احنا بنقولها دي. بالظبط. احنا عمالين بنقول في الحاجات دي كلها عشان نبني برنامج على اساس، نفسر برنامج على مقاسه. لان احنا لو هنشوف ان الحكايه ان هي حكم وانتهينا خلاص هو كده يبقى كده خلاص، مش هنعمل حاجه تانية. لا، لكن احنا فعلا بندور او بنحاول نعمل حاجه فيها بنى. بس انا خلاص انا دي المنطقه اللي متخوف منها. لا، ما انا عشان كده بقول لك يعني احنا يعني وفكره التوازن هو كمان الاثنين انت هيستفيدوا. حتى اللي هو هيرتكب الفعل لما انت ممكن يعني انت مش عارف نفسك عن نفسك كده بالظبط، او ما انتش عارف عمق ده عن او ان دي توصل لدي، ممكن ما يبقاش عنده فكره عن ده. بالظبط. يعني فهو في الفكره هنا هو هيبقى يفهم ان ده ممكن يوصلني لكده، ولو انا مش عايز ده هنتبه بالظبط، واضبط حركتي وايقاعي في الحياه. حلو. نرجع بقى الامارات. للصله الواقعيه. اول حاجه اللوم. اللوم. الشخص اللوام. اللوام. مش انا ممكن الومك في حاجه انت تلومني في حاجه. لا، ده عادي، ده بيحصل عادي. موقف ما بيننا وبنلوم بعض في موقف ما. ده لوام طول الوقت، كل اخفاقاته في الحياه الاخرين مسؤولين عنها. اوكي. انا ما نجحتش في علاقتي مع دي علشان الطرف الاخر كان وكان 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 وكان. انا في شغلي مش مميز عشان ما في حد يساعدني و انا في الحياه مش واخد وضعي لان كل الناس. طول الوقت انا كل اخفاقاتي في الحياه بشيلها لطرف اخر. وهنا بقى كل اخفاقاتي في الحياه مش بس في مواقفي مع الطرف الاخر، لا ده ممكن حتى كمان في مواقف تانية ما تخصوش، هو ما كانش شريك. كله لا اي حاجه بقى انا بحطها عليه. ده هو لسه في علاقه جديده. وبيكون الطرف اللوام ده فيه حاجه كده الناس ما بتنتبهش ليها. اول ما تبتدي علاقه جديده مع حد بيبقى كثير الاطراء له او كثير يعني ايه يمدحه قوي، جماله وروعته وفهمه وقدرته على التعاطف وقدرته على مش عارف ايه مشاعره الدافئه كل ده. فالتاني الطرف اللي هو اتقال في كلامه في حقه الكلام الحلو ده هيتبسط. ده حاجه. الحاجه تقول لك الله، طب ما الراجل ده كويس اهو كل حاجه يا عم، ده هو بس كان محتاج حد يفهمه ويقدره عشان يبقى كويس معاه في الحياه. ده هو حظه السيء ان هو عايش في حد ايد حد كده، وانا بقى اللي هبقى كده.
بس ده اللي بيعمل كده بقى ايه، بينسى قانون اللوم الازلي، اللي هو اللي هو ايه بقى، ان هو الطرف ده اول ما تبقى في علاقه مع ده هيلوم اقرب الناس له اللي هو انت. يعني انا بعد ما شجعتك وحببتك وقربتك وحطيتك جنبي، بعد شويه انت اللي هتشيل خلاص بقى الليله، تمام، لا انا هرجعك في الصف مع كل الناس اللي انا كنت بلوم. انت اللي هتشيل الليله. مم. مم. فبالتالي نفس القصه، مم. هتبقى العلاقه في الزوجيه مش يعني العلاقه الطرفيه مش متوازنه، والطرفين مش مشبعين، فكل واحد فيهم ان هو يرتكب فعل ان هو يشوف حد اخر. اوكي. فيبقى اول حاجه النمط اللوام، اه واللي بلوم في كل حاجه اه مش بس فيما يخصنا. فعشان كده ننتبه. انا بقى وانا يعني وانا كنت يعني بقرا في الحته دي، افتكرت فكره اللي هو يقول لك ايه، لو انت قاعد مع حد مم. وجاب سيره حد تاني بشيء مش لطيف وحاجه يعني الطرف الاخر ما يقبلهاش، لازم تاخد حذرك من الشخص ده. ليه بقى؟ لانه هيجيب سيرتك انت كمان. اوكي. هو دلوقتي مفهمك انك انت مختلف، وان لا وانت ده انا بجيب ده عليه كده عشان هو ظلمني لا، مم. ما دام هو استحل ده على ده، انت كمان جاي لك الدور. اوكي. فده القانون الازلي بتاع اللوم، ان هو انت هيجي الدور عليك، هيجي الدور عليك، ودايما بيبقى اللوم ايه؟ لاقرب الناس ليك. مم. الحاجه الثانيه الاستحقاقيه، تاني هنرجع للاستحقاقيه تاني. مم. ازاي بقى نعرف؟ يعني هو شخص يقول لك ده استحقاقيه، طب هنعرفها ازاي؟ احنا قلنا في استحقاقيه صحيه وفي مش صحيه. لا اللي مش شكلها ايه بقى اللي مش صحيه؟ ايه التصرفات بقى اللي تلوم على وجود الاستحقاق العدم اللي هي الاستحقاقيه اللي مش صحيه دي؟ ايه التصرفات؟ ايه الجزء العامل اللي فيه؟ اول حاجه، انا مش زاويه البشر. مم. يعني مثلا انا قاعد في مكان هنا دلوقتي، والاستاذ شربين قال لك ما تدخنش. اوكي. لا ده بقى عند كل الناس بس مش انا. اوكي. في مطعم ما فيش تكييفات داخل في المطعم، في طابور للتذاكر مثلا قطر او تذاكر سينما او بتاع، انا ما اقفش في الطابور، مم. او كاشير او اي حاجه. مم. لا الناس كلها بتقف في اشاره المرور ما اقفش. مم. لا اللي طول الوقت انا مش هخضع لنفس القوانين والاعراف بتاعت الاخرين. انا طول الوقت ليا مساحه مختلفه في الحياه عن كده. يعني مميز بشكل مختلف. بالظبط كده. بما اني اخترتك، فانت كمان مميز زيي، ولازم تعامل هذه المعامله. اوكي. يعني لو انا وانت قاعدين في مطعم، احنا مش هنستنى دورنا في الاكل لحد ما يجي لنا، لا احنا هننده على الجرسون ويجي لنا حل ونسيب اللي في ايده، مم. والا نعمل مشكله. مم. ولو انت في شغلك مثلا حاسس بكده، انا هشجعك انك انت تجيب حقك، وانك انت تبقى متميز، وانك هفضل طول الوقت ما انت زي ما احنا دلوقتي لسه في مرحله الوهج العاطفي الاولاني. اه. فكل المميزات اللي عايزها لنفسي انا عايزها ليك. اه. خلاص بقى خلصنا المرحله دي وبتاع، ودخلنا على الجواز، بقينا احنا اتنين في بيت واحد. مين بقى اللي هيشبع لي استحقاقاتي؟ آه. سيادتك. فانت قدام حاجه من اتنين، يا توافق وتتعرض بقى للانهاك وللتعب وللضغوط، وانك انت مش قادر تلاحق على طلباتي، مم. يا اما تخضع لده وحياتك كلها تبقى مش مظبوطه، يا اما لو رفضت، لا فانت كده خلاص بقيت مش ما تنفعنيش. فغالبا ما هنا لك عقاب مني بالخيانه. فبرضه زي اللوام هرجعك تاني في الصف مع بقيه كل الناس اللي انا كنت موقفهم قدامي ولا خلاص انت مش ما عمتش زيي في الاستحقاقيه دي. بالظبط. الشخص بقى اللي هو ايه، بيعاني من نقمه، نقمه. نقمه المزمنه. بمعنى. انا طول الوقت ما خدتش حقي في الحياه، مم. لم اقدر، ولا يقدم لي الرعايه، ولا الحب الكافي، ولا التقدير الكافي، ولا الاهتمام الكافي، ولا النجاح الكافي. وكل ده حصل ما حدش اداني ده. مم. فغالبا ما انا برضه هقدمك انك انت الوحيد اللي تقدر تعمل لي ده، مم. او انت هتبقى فاهم ان انت سهل انك انت تأدي الدور ده ليا مم. في الاول. بس بعد كده هتلاقي نفسك شايل شيله تقيله جدا عليك، ومش مسموح لك انك انت تفلفص منه. لا. لا ده لخصت الحياه كلها عندك، انت اللي هتعمل لي كل ده. بالظبط. وفي اول العلاقه هقول لك اطمن على فكره، انت اللي هتعرف انا تمام زي الفل. بس لما العلاقه تدخل بقى وتاخد وقتها، لا انت ما انت زيك زي غيرك. ما هو انت لازم تشيل. مم. في بقى بعدها الفوقيه، مم. ان احس ان انا مختلف عن بقيه البشر ومميز. مش بس كده، لازم طول الوقت احس ان انا احسن منك، مش انا كويس، مش انا غني،
لا اوكي ده مش بشبعنيش. انا اغنى منك، اوكي انا بفهم عنك، انا اجمل منك، انا اشطر منك. امم فده طول الوقت انا طول الوقت عمال يعني انا لازم ابقى انا عشان انا احس بذاتي قوي وابقى مبسوط ومشبع. لازم ابقى انا بالمقارنه بحد، مش ان انا يبقى عندي عربيه حلوه، لا ده ما يشبعنيش. انا عربيتي احسن من عربيه جاري، انا جايب احسن عربيه في الحي. لازم ابقى مقارنه بحد اخر، دي الفوقيه. فبالتالي وانا اللي وبما ان انا اخترتك عشان تبقى انت شريكي. فانا برضه هحطك معايا في مرتبه عاليه بالظبط كده. وبعد شويه اوقعك. ما بعد كده انا بقيت انا وانت في علاقه واحده. امم فمين فينا بقى اللي فوق التاني، ومين فينا اللي هيشبع التاني، ومين فينا اللي يعمل التاني؟ فانت مطلوب منك تعمل لي كده. امم وانا عشان احس ان انا كويس لازم احس ان انا احسن منك وافهم منك. فبقى كل كلامي معاك احكام صادره. اوكي وانت هتناقشني وانت بتفهم زيي؟ امم هو انت هتقول لي كذا يبقى ده احسن منك؟ هو انت ادائي كده طول الوقت. والاحكام ما بين انه يا اما انا احسن منك يا اما انت اوحش مني. ما هي الاتنين واحد. يعني يا اما انا قاعد اعلي في نفسي على حسابك، اه يا اما انا مش مهم ابص على نفسي انا اعلي في ايه، بس انا المهم انا بقلل منك وخلاص. بالظبط انت ما كده. بتفهمش. بالظبط كده. فطول الوقت انا ايه عمال بقلل منك. امم تمام. اوكي في اللي هو السخريه. السخريه. السخريه بمعنى ايه؟ ان طول الوقت اقول كلام مش مناسب في توقيت مش مناسب، اوكي ويجرحك قدام الناس ويضايقك قدام الناس. وبعد بتبقى ساعات بتبقى مغلفه انها شكل هزار. امم وقصد منها ايه بقى؟ ان انا ازعزع ثقتك بنفسك واهز احساسك بذاتك عشان احصل يا اما على مكاسب مؤقته دلوقتي يا مكاسب بعيده المدى في العلاقه. ويوم ما تعترض اقول لك انا كنت بهزر بمنتهى البراءه، انت خدتها بجد. امم او اتهمك انك انت ما عندكش روح الدعابه ولا روح الفكاهه ولا كلام من ده خالص، وانت شخص مقفل وانت. دمك تقيل. اه والهدف هنا في حكايه ان انا يعني اعتقد يعني انا بشوفها بقى فكره بقى، اذا كنت انا قادر ان انا اهز ثقتك في نفسك فغالبا ده هيخليك متعلق بيا اكتر، لانك منتظر مني ان في وقت من الاوقات اظبط لك ثقتك بنفسك. فكأن انا اللي في ايدي المنح والمنع، انا هسحب منك الثقه وارجع اديها لك تاني حسب ما اصلحك. على فكره انت بتقوله ده في العالم الجاي في الايه؟ بوضوح شويه. العالم الجاي. بالظبط كده. انت سبقتني بقى ده العلامات كتير. فاللي هي انا اكون طول الوقت تصرفاتي انت ما انتش متوقعها. امم اهزر وقت ما انا عايز، واقفل وقت ما انا عايز، ادي وقت ما انا عايز، وامنع وقت ما انا عايز. رتم العلاقه لازم يكون في ايدي انا. امم انت مجرد رد فعل. مستقبل. بالظبط. امم فطول الوقت انت في المرتبه الادنى. امم ناكل دلوقتي وناكل ايه وفين، نخرج ونروح فين وكذا، ننام ولا نصحى، نسافر ولا نقعد، نقضي الاجازه فين. طول الوقت انا يعني ومشاعري بقى كمان. انا دلوقتي مبسوط فانت لازم تبقى مبسوط زيي. اه وتبقى انت مستني لحظات انبساطي عشان تفرح فيها، عشان عارف ان في لحظات عبوس جايه وايام زي ما بقول لك كده ايه غامقه جايه. فانت بتفرح بده وتبقى عشانها يعني ده. بتتنشأ على اللحظه الكويسه. فانا نجحت ان انا ادخلك في فلكي وادورك ورايا، تفضل طول الوقت مستني الاشباع مني. والا طبعا ده ما انتش مش عاجبك ده، فخلاص فانا برضه هدور على حد يشبعني. هو انا ممكن الخص كل دول في كلمه واحده، انه انا محور الكون. ايه انا محور الكون اه وانت هتبقى بتلف حواليا. وهتبقى طول الوقت انت في المرتبه الادنى، وانت اللي هتشيل كل اخفاقاتي. سواء بقى استحقاقيه، لو لوم، نقمه، فوقيه، سخريه. اي حاجه، سخريه، اي حاجه. طول الوقت انت في مرتبه ادنى، فانا زنقك في حته صعبه في العلاقه. فكلا الطرفين معرضين انهم يرتكبوا فعل خيانه نتيجه الامارات دي. بس طبعا اللي بيخون بيبقى مراته بيبقى هو الاقوى، لان التاني ممكن يزهق. بس اللي بيزهق ده غالبا بيسيب قبل ما يخون. يعني غالبا هو الضحيه ده بيسيب قبل ما يخون، بيبقى زهق بقى مش قادر يكمل. ولو حظه حلو يسيب قبل ما يتخان. والله بص اقول لك على حاجه، هو ساعات احيانا رغم قسوه الخيانه ورغم تاثيرها الصعب جدا على البني ادمين، لكن احيانا بيبقى في وسطها رحمه. وده كلمه انا عارف طبعا الناس هتستغرب، انها ممكن اكون انا في علاقه مش صحيه زي دي ومش قادر امشي
ومش قادر اسيب، مش قادر اخد قرار، بس تيجي دي تجبرني ان اسيب عشان اخد فرصه اخرى في الحياه مع حد انا استحق. ماشي، بس هرجع اكرر هنا تاني عشان احنا قلنا كلمة يسيب كتير الدقيقة اللي فاتت دي. احنا تاني بنرجع نفكر ونقول احنا بنتكلم كل الكلام ده علشان آه اذا كان في علاج، وده لسه هنيجي في الحلقات اللي بعد كده، فبرضه في الوقاية. اه فاحنا لما يبقى عندنا المعلومة يبقى عندنا الفهم، فاحنا نقدر ناخد اجراءات وقائية. مم. العلاج احنا كده كده هنتكلم فيه، بس اقصد اقول انه كمان ينفع ان يبقى فيه اجراءات وقائية. صح صح. هل احنا كده خلصنا العلامات والامارات بتاعت اه بشكل يعني اللي هو عملي وازاي نفهمه كده؟ ولو في حد برضو من اللي هيسمعونا او يشوفونا عنده حاجات زياده ينورنا بيها ويقولها لنا فعلا. طيب انا عايز هنا ارجع اكد تاني برضو ان احنا هنا بنتكلم على نمط، طبعا. مش موقف لا لا لا، بجتزئه من الحياة، لا ده نمط شخصي موجود ما ينفعش ومستمر لسنين طويلة. وعلى الرغم من كده هرجع اقول برضو ان ده يقول احتمال مش اكيد انه هيحصل فعل الخيانة. طيب عايز ازود كمان حاجة او اخد رأي حضرتك في حاجة كمان. احنا اللي بنتكلم فيه ده تمام كأنه احنا بنتكلم عن الامارات النشطة او الاكتف اللي توقع العلاقة دي، زي ما قلنا انها تبقى علاقة عالية الخطورة او سهل انها تقع في فخ الخيانة. فهل في كمان امارات سلبية مش نشطة؟ وخليني اكمل كلام هنا واقول ان انا عندي وجهة نظر في ده، تمام. انه اقدر اقول في امارات سلبية غير نشطة، ودي بتبقى في الطرف اللي بيقع في حقه الخيانة. ان الطرف ده بكل بساطة هو بيتعامل مع الخيانة خليني اقولها كده باللغه بتاعتنا العاديه، يعني اللي هو ايه، انت بتغلط وانا هلم وراك، انت بتبوظ وانا هصلح وراك. فكأن انا هنا يعني بشوف ان ده نمط سلبي في العلاقه يعزز فعل الخيانه من الطرف الثاني. بقى الطرف الثاني خلاص مطمن، ما انا مهما عملت هرجع وانت هتطبطب عليا وتقول لي معلش. فده نمط سلبي ممكن نقول انه من الامارات اللي تقول ان العلاقه دي عاليه الخطوره. في حاجه كمان، انا حاسس كده ان حضرتك انا وانت يعني ايه لاقطين حاجه ثالثه كمان، اللي هي ممكن نقول عليها ايه، الظروف البيئيه او الوضع العام اللي بيبقى موجود، الضغوط. هل نقدر نقول عليها انه مثلا ان في علاقه تعرضت في فتره زمنيه ما لمدة مثلا 2 أو 3 في الحياة الزوجية دي لضغوط اجتماعية شديدة جدا، فده ممكن نعتبره أمارة تخلينا ناخد بالنا برضو ونلجأ للوقاية. هي الضغوط عامه بتظهر نقاط الضعف فيه. حلو. نقاط الضعف دي ممكن تكون اللي هي فكره ان انا ادور على المتعه او التشتت، اعمل حاجه تخليني تقلل وطأة الضغوط دي. فالجأ لي كده، حتى الضغوط دي ممكن تخلي الواحد يبقى عنده سلوكيات ادمانيه. والخيانه على فكره ممكن تكون سلوك بعد كده ادماني. فساعات نهرب من الضغوط دي بان احنا نشوف حاجه تانية اكثر اثاره عشان نتخلص من وطئتها عليه. فساعات بيحصل يعني الضغط هيضعف اللي عندي. طيب فمجملا في امارات اكتف تمام، وفي امارات ممكن نقول عليها باسيف او سالبه، وفي ظروف عامه ناخد بالنا منها او نبقى واعيين ان هي لو وجدت فاحنا لازم نبقى صحصحين. تمام. عشان نبقى في منطقه الوقايه قبل ما لا قدر الله يحصل اصابه فنروح لمنطقه العلاج. تمام. تمام. اقول لحضرتك شكرا. عفو. يعني واكد ان الحلقه دي من اهم واقوى الحلقات في السلسله دي، واتمنى خلي الناس بقى اللي تقول بقى. يعني انا هستنى يعني هستنى فعلا رد يعني فعل الناس الناس تقدم لنا رايهم وانتقاداتهم ويراجعونا واتمنى ان احنا نكون قدمناها بالشكل الامن
الصحي الفعال. اللي هو تغلب على مخاوفك. انت كنت قلقان من الحلقه دي وقلت لي لا مش هقدمها دلوقتي، استنى ما نراجعها مع بعض. انا حقيقي بخاف جدا من وانا خضعت لرايك. ربنا يخليك يا باشا. بس وأنا- انا فعلا بخاف من منطقه الاستسهال في اصدار الاحكام وبالتالي قرارات. لا الموضوع مش كده. صح طبعا انا معاك جدا في ده. شكرا. العفو. شكرا يا دكتور اشرف.